تسر شبكة مجالس الرجال أن تلتقي بالكابتن مدرب فريق شباب ثقيف الكابتن مصلح الثقفي. مساء الخير. حياكم الله. حقيقة نرحب بكم في استاد مرتفان واهلا وسهلا بكم. ما هي استعداداتكم لهذه المباراة التي تأهلتم إلى دوري النهائي والليلة أنتم تلعبون على الكاس؟ اولا نشكر الشبكه مجالس الوديان كانت مغطيه العام، بس السنه هذه ما شفناها كثير، لكن نتمنى نشوفها صراحه. هي من الشبكات المغطيه والله في الدور اللي هنا، والعام كان مغطي بشكل اكبر، واستعدادنا استعداد طيب، واحنا كنا البطل العام، واحنا يعني ما زلنا نبغى نحافظ على البطوله صراحه. مع احترامنا فريق النخبه لعبنا معه كثير، وفريق محترم وكلهم يعني يحزون علينا ويلعبون كوره صراحه حديثه، واحنا نتمنى يعني ما يظهر بطوله طيبه احنا وياهم، وبالتوفيق ان شاء الله لنا او لا. بالتوفيق كابتن. نتمنى للفريق البطل الذي فاز على البطوله العام الماضي ان شاء الله يحالفوا هذا العام. احنا كنا اخوان سواء النخبه او شقيق. نعم. كنا نلعب من اجل الكوره فقط لا غير. هي هذا اللي احنا نفس الكلام اللي ماشيين عليه، واحنا نشكركم صراحه ومنتدى مجالس الوديان خاصه صراحه. العام كانوا يسوون لقاءات معنا ويهتمون بالفريق، السنه هذه نقول ان شاء الله ان برضه اللقاء هذا يجدد اللقاء والمحبه بيننا ان شاء الله. وشكرا لكم صراحه. نعتذر على التقصير. لا يعني غيابكم ان شاء الله انه يعني استراحه محارب، يعني ان شاء الله نشوف البطوله الجايه ان شاء الله باذن الله. وشكرا. شكرا.